Ready? Good girl. Jump. Good girl. Stay. يلا انزلي. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات دوكسولوجي. النهارده هنعمل تريك مع بعض هنعلمه لونا، اللي هو تريك ان الكلب ينط على ظهره. الناس اللي عايزه تتعلم كلاب هتنط على ظهرها او تطلع تقف على ظهرها. هوريكم النهارده الموضوع بيبقى ازاي. اول حاجه مهمه ان انا كلبي اعلمه ينط من الارض من وضعيه الثبات لحاجه ثانيه، زي الكاوتش اللي انا حاططها وحاطط عليها بورد خشب، زي برميل، زي لو في البيت عندي ترابيزه، سرير، اي حاجه عاليه اعود الكلب او اعلمه مبدئيا ان هو ينط يطلع فوق. ببوس قطعه تريت على الحاجه العاليه وبخلي الكلب ينط علشان ياخدها. تمام. تاني خطوه بنعملها اللي هي الخطوه اللي هعملها دلوقتي، بحاول ابوس ظهري بشكل مفروض قدام الكلب، يبقى ظهري بشكل مستقيم علشان اقدر اخليه او اقول له ان هو يبدا ينزل يحط كفين. لو على الاقل حط كفين من ايديه على ظهري ابدا اكافئه، وانا معايا اللعبه بتاعت لونا علشان اعمل ده. يلا لونا كم يلا. جود جرال. وهنا ابدا اديها اللعبه بتاعتها. يبقى مبدئيا اول حاجه بحاول اعملها ان انا اخلي كلبي يقف يدوس على ظهري من على المكان اللي هو نط عليه، على الاقل بالكفين اللي قدام بايديه، علشان يبدا ياخد الامان ويفهم ان ده مكان يقدر يرتكز عليه بعدين واحنا بنعمل النطه قدام حد او احنا بنعملها على سبيل الاكتيفيتي او اللعب. يا لونا يلا كم يلا كم. جود جراب. جود جراب. برافو عليك. يلا يلا. جود جراب. تاني خطوه هنعملها ان احنا هنخلي الكلب ياخد حطة الكفين او يحط ايديه على ظهري وبعدين يبدا يعمل جامب من على الحاجه على الارض. بالشكل ده هو بشكل غير مباشر يحط الاربع كفوف على ظهري، بمعنى انه هيرتكز بالكفين اللي قدامه. لما هيبدا ينط هيحط الكفين اللي ورا او رجليه اللي ورا علشان يكمل النطه بتاعته علشان يعديني. فبكده بشكل غير مباشر انا بوري له ان هو كمان يقدر يرتكز برجليه اللي ورا. دلوقتي هنعمل الخطوه الثانيه مع لونا ونشوف الطريقه. يلا لونا. جود جرال. يلا جمب. جمب كاتش. يلا كاتش. يلا جمب كاتش. جود جرال. يلا يلا جود جرال. يلا كاتش. برافو عليك. بالشكل ده انا لما لقيتها هي قلقانه شويه بدات احفزها بشكل اكتر، ان انا احذف اللعبه بتاعتها لما تشوفها بتتحرك تبدا تتحفز وتنط تجيبها. تهيألي خدنا بالنا ان هي ارتكزت برجليها اللي ورا على ظهري وهي بتنط. بالشكل ده انا بخليها تفهم خطوه بعد خطوه ان هي تقدر ترتكز على المكان ده. اب. برافو عليك. اب. برافو عليك. لا اب. برافو عليك. يلا كاتش. يلا جمب. جود جرال. جود جرال. برافو عليك. تعال تعال. زي ما شفنا كده بالظبط. الموضوع ان انا لازم احمس كلبي واحفزه ان هو يعمل الشيء. يعني لما لقيتها قلقانه لازم احفزها بشكل ايجابي، بقول لها جود جارل وبحاول اشجعها وبحاول اسمعها الكلمه اللي متعوده تسمعها مني في الوقت الايجابي او في الوقت اللي هي بتعمل فيه حاجات ايجابيه. يلا يا لونا شوف اطلعي فوق. شوف جود جارل. يلا تعالي. هنبدا دلوقتي ناخد الخطوه اللي جايه اللي هي نحاول نخليها ترتكز بالاربع رجلين على ظهري، وده الشكل الاخير او الخطوه الاخيره من الموضوع. يلا ايزي. يلا يلا كم. جود جرال. برافو عليك. ايوه يلا هاتي رجليك اللي ورا. تعالي هنا. تعالي. كم كم. جود جرال. برافو عليك. جود جرال. برافو عليك. وهنا بدأنا ناخد آخر مستوى من الموضوع. لونا يلا. برافو. يلا كم. يلا كم. لا كم. يلا جود جرال. برافو عليك. يلا اب اب. اتس اوكي. يلا اب. ماشي. جود جرال. برافو عليك. يلا ماشي. يلا لونا. يلا كم. جود جرال. برافو. كم. يلا برافو. جود جرال. جود جرال. ست. جود جرال. يلا جمب. كرر الموضوع لمده اسبوع لحد ما الكلب يبقى بيطلع على ظهره وهو مرتاح، يعني مش قلقان من حاجه. وبعدين نبدا ناخد المرحله اللي بعدها ان احنا نخليه يعمل جامب من وضعيه الثبات على الارض على ظهري مباشره. من الحاجات المهمه يا جماعه لما تيجوا تعملوا التريك لازم تكون عامل حسابك في بطانيه او في قطعه موكات على شكل شريط تلفها حوالين
وسطك او ظهرك في الوقت ده علشان الكلب ضوافره ما تأذكش، وفي نفس الوقت يقدر كمان يثبت نفسه على ظهرك بشكل او باخر في خلال ما انت بتعلمه التريك. اي تريك بتحاول تعلمه لكلبك من الاكتيفيتيز المهمه اللي بتخلي كلبك منتبه دايما معاك، وبتخلي كلبك يركز في الاوامر، وبتخليه يتعلم الطاعه ويبقى مرتبط بيك بشكل احسن. ودلوقتي هنشوف النتيجه النهائيه من التريك اللي كنا بنعلمه للونا، ان هي تعمل جامب من على الارض من وضع الثبات على ظهري على طول مره واحده. ويا ريت لو حد علم الكلب بتاعه التريك ده من خلال الخطوات اللي عملناها في الفيديو مع بعض، يبعت لنا فيديو على صفحتنا على الانستجرام باسم دوكسولوجي، او على صفحتنا على الفيسبوك باسم دوكسولوجي، عشان نشوف النتيجه اللي وصل لها. ولو حد واجهته مشكله او واجهته حاجه وقفت معاه وهو بيعلم كلبه التريك ده، يا ريت برضه تصور لنا فيديو ويبعته لنا على صفحتنا على الانستجرام او الفيسبوك، واحنا هنساعده علشان يكمل يعلم الكلب بتاعه التريك ده. ريدي جود جراب جمب جود جراب ستي يلا انزل.